وصفة الوراك النهاردة مش هتتعبك خالص للستات اللي مش طايقة الحر ومش طايقة المطبخ. بس معايا نوع جديد هجربه اسمه روفي، انا جربت منه الوراك حلوة جدا. دي عبارة عن دبابيس، الاطباق بتبقى بحوالي 42 جنيه، ولما بيتعمل عليها ديسكاونت بتبقى بحوالي 35، بتبقى فيها حوالي 3 دبابيس او 4، حوالي 400 جرام. انا جربت منهم الوراك حلوة جدا، فاول ما لقيت منهم عرض الدبابيس جبته على طول. في الدبابيس وزنها حلو جدا، حتى ما بتصفاش ميه بعد الاكل تلاقيها خست كده، لا لا لا، وزنها حلو جدا. جربوها لو لقيتوها في اي سوبر ماركت، انا شارياها من سوبر ماركت او هايبر بيم. يلا بقى نروح نشوف التتبيله. بعد ما غسلتها بالدقيق كويس قوي، بشرت البصل، احط عليه عصير 3 ليمونات زي ما قلت لكم. التتبيله تافهه قوي 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 قوي، عشان مش قادره اقف في المطبخ. حطيت عليها معلقه خل، معلقه صلصه كبيره، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه السبع بهارات، وهقلبهم كلهم على بعض. تتبيله بسيطه جدا، بس في نفس الوقت بتدي طعم حلو جدا جدا جدا. ما تستهونوش بيها. لو عايزينها سبايسي وحطوا عليها رشه شطه خفيفه كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هنزل عليها الوراك واقلبهم، بس قبل ما انزل الوراك احط عليهم معلقه زيت زيتون ومعلقه كمان من الصويا صوص. بتدي دي مع يعني معالق اضافيه، عايزه تضيفيها تمام، مش عايزه تضيفيها براحتك، بس هم متوفرين عندي. وممكن كمان تبدلي مكان الصويا صوص تحطي معلقه من العسل الاسود لو مش متوفر الصويا صوص. هنحط بقى الدبابيس بعد ما قلبناهم، تقدري تسيبيهم في التتبيله شويه وتقدري تحطيهم على طول. انا كمان عشان عايزه انجز ومش عايزه احط حاجه في فرن هيولع لي الشقه، لا حطيتهم في صينيه من اللي تقدر تحطيها على البوتاجاز من فوق، وغطيتها وسبتها حوالي تلت ساعه على نار هاديه. بعد كده جبت الصوص اللي نزل منها ودهنتها ونزلتها تحت الشوايه 3 دقايق، وكلتها بألف هنا وشفا بجد. سريعه، ما وقفتش بقى وما عملتش تتبيله ساعات وحطيتها في التلاجة ساعات، لا حاجه كده سريعه وسهله، وطلع طعمهم حلو جدا جدا جدا. جربوها وعلى ضمانتي. آية فاروق.